السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه شوات ايه. اليوم فيديو جديد غنقدم معكم اللي كيجا رائع بحشوه رائعه وبعجين رائع. فتابعوا معايا جميع المراحل ديالو. فاول مرحله غنحتاجونا غادي نصاوب معكم عجينه الليكيش اللي كنحتاجو فيها الدقيق الفرص ديال الحلويات. غادي نحتاجو هنا زلافه كما كتشوفوا، زلافه عامره مزيان عامره ومقببه كما كتشوفوا. غادي نغربلوها من طبيعه الحال. وبالنسبه للزبده اللي غادي نضيف عليها الدقيق، عندي هنايا هاد الطاسه كتوزن فيها ديال الزبده كتوزن 250 غرام، يعني رابعه. مانيش نحتاجو رابعه كامله، غادي نحتاجو غير النصف فقط. النص ديالها هو اللي غادي نستعمل. وانا هنا راه كنت درت هاد الزبده درتها في الثلاجه، ضروري خاصها تكون بارده. غادي نديرو النصف فقط. وهنا غادي نديرو شويه ديال الملحه. وهاد الزبده غادي نحاولوا نقطعوها هكا غير بيدينا، وكندخلوها في هاد الدقيق على هاد الشكل هكا. كنحاولوا نخليوها هكا صحيحه، وحنا كندخلوها غير بشويه بشويه. كنخدموها غير بالرؤوس الاصابع، وكنحاولوا الطريفات كنحسوا بهم راه كاينين مازال. كنحاولوا نحركوا من لتحت مزيان مع حساب الدقيق باش ما يبقاش لينا هكا بلا زبده. صافي من بعد ما خلطت هاد الزبده مع الدقيق، وهنا كما شفتوا راه هنا الزبده كنحسوا بالزبده كاينه في الدقيق، يعني ماشي دابت كاع. ها نتوما كما تشوفوا. صافي غادي نديروا البيضه، نديروا واحد البيضه كامله. غادي نخلطوا هاد البيضه مع الدقيق والزبده. نحاولوا نجمعوها بهاد البيضه، والا ما تجمعاتش كنزيدوا شويه ديال الماء، يكون عادي هكا من الروبيني ولا يكون بارد، ما يكونش سخون. يعني على حسب النوعيه ديال الدقيق. كاين الدقيق اللي تيشرب، كاين اللي ما تيشربش. فانا هنا غادي نحتاج شويه ديال الماء. غادي نديرو واحد 2 معالق. ونجمعو. غادي نكبو هاد الخليط هنا اللي بقى، نحاولوا نجمعوه هنا. صافي وكنحاولوا نجمعوه. صافي غادي نجمعناها. صافي غنديروها في واحد البلاستيك غذائي، وغنوضعوها في الثلاجه واحد نص ساعه هكا. صافي ومن بعد غادي على ما نوجدوا الحشوه ديالنا. في المقله وضعت شويه ديال الزيت، ثم ضفت لها واحد 3 ديال البصلات، قطعتهم على الشكل هكا صغيورين، وثم ضفت الملحه والثومه وخليتهم كيتشحروا مع التحراك المستمر دائما. هنا من بعد ما تشهرت ليا داك البصله كنزيد الفلافل، 2 فلفلات حمرين وحده خضراء. تقدروا تزيدوا نوع واحد. ثم زدت لهم داك 2 اوراق ديال الرند، وكنخلطوا الكل. من بعد حتى كتشحر ليا داك الفلفلات شويه، ما كنشحروهمش بزاف غير شويه عاد. وكنزيد داك الطريفات ديال الدجاج،
وكنزيد عليهم الملحه وشويه سكينجبير، شويه الابزار، القليل من التوابل فقط، غير القليل فقط. وكنديروا داك الدجاج في الوسط هكاك حتى كتشحر لنا مزيان مزيان. وكنزيدوا الخرقوم البلدي، كنبقاو نحركو مزيان في الوسط. ومن بعد كنخلطوا الكل. ثم كنضيفوا شويه الصلصه ديال الصوجا، واحد المعلقه حتى 2 معالق كبار ديال الصوجا، وحنا كنحركوا. ثم كنضيفوا شويه ديال الزيتون المقطع كخضر والمعدنوس. فهاد الحشوه كتبغي المعدنوس. وكنخلطوا. ومن بعد ما كنساليو الحشوه كنخليو على جنب كتبرد، وكنمشيو نطلقوا داك العجين ديالنا. وضروري نديروا ديك العجين نديروه ما بين البلاستيك صافي، كندقوها هكا بالمدلك باش كتساعدنا، وكنطلقوها. فهنا من بعد ما طلقتها ضروري خصنا نطلقوها بواحد السمك يكون شويه متوسط، ما يكونش رقيق بزاف، ما يكونش غليظ. صافي من بعد ما طلقتها كنهزوها هكا بالبلاستيك ديالها، وكنوضعوها على المول اللي دهنتو. انا عندي مول ديال الزاج كندهنوه بشويه بالزبده، كنطلقوا عليها مزيان مزيان. وكنطلع من الجناب وكنحاول نقدها من الوسط ومن الجناب ومن الداخل، وكنتكيو هكا بيدينا، كنتكيوها حتى بالفرشيط، كنتقبوها بالفرشيط ديالنا، وكنوضعوها في المجمد اولا في الثلاجه. وكنمشيو نصاوبوا لاباري ديالنا. كنوضعوا واحد الكاس ديال دارون مسوس، 2 فرماجات، وشويه الملحه وشويه الابزار وشويه الثومه بودر، واحد معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، و2 بيضات. كنحركو مزيان مزيان مزيان. وكنديروا شويه ديال الحليب، ما تكثروش حليب بزاف، واحد ربع كاس ديال الحليب صافي. ومن بعد كناخذوا هاد الحشوه وكنوضعوا عليها داك لاباري اللي صاوبنا، وكنخلطوا مزيان. من بعد كنوضعوا هذاك الخليط كامل، كنوضعوه على هذاك العجين بعد ما خرجته من الثلاجه. كندخلوا الفرن يكون سخون. وملي كندخلوا هاد الكيش كندخلوه كنقصوا على النار، ضروري نقصوا على النار ونخليوها طيب مزيان مزيان حتى كتشوفوا داك الخليط لداخل راه نشف. كنشدوا الموس وكنتكيو الوسط وكنشوفوا الا كان نشف راه كتحسوا من الموس ما خارج فيه والو، يعني ناشف بلا راه الحشوه طابت من الداخل. صافي من بعد كتخرجوها وكنديروا عليها الفرماج احمر من الفوق، وكنرجعوها هكا غير شويه غير يذوب داك الفرماج، وكنخرجوها على وكتجينا على هذا الشكل. هذا اللي كيجي رائع رائع بزاف، بعجينه رائعه والحشوه رائعه حتى هي. كما شفتوا انا غادي نقطعها معكم وغتشوفوها من الداخل كي جات. فعلا هاد اللي كيجي رائع وكيستحق التجربه. غير تابعوا معايا جميع المراحل ديالو من الاول، يعني تابعوا الفيديو ديال اللي من الاول حتى الاخر باش تعرفوا جميع المراحل ديالو باش تنجح لكم الوصفه. هانتوما كي جات من الداخل من بعد ما قطعتها راه باقا سخونه، وكنحاول باش ما تفرتليش، يعني كتجي هشيشه هاد العجين بزاف ولذيذ بزاف. كما شفتوا الحشوه من الداخل كيف جات. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وما تنسوش الاشتراك على القناه وديروا جيم وتبارطاجيو هذا الفيديو باش تعم الفائده. وشكرا الى فيديو قادم ان شاء الله.